اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل محمد. شلونكم حبايبي؟ رجعت لكم فيديو جديد كفر النستلة اللي قلت لكم عليه سابقا باقي الفيديوهات. طبعا هاي كيكة مال عيد ميلاد طلبية قبل الولادة مال أبو فضل العباس عليه السلام. إن شاء الله يعجبكم حبايبي، خليكم ويا الفيديو. هسه حنذوب النستلة. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدي نشغل الطباخ على مود نذوب النستلة على حمام بخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. هسه حنذوب النستلة على حمام بخاري ونذوبها فوق الكيكة، وخلصت الكيكة مالتنا وهاي نستلمها للزبون إن شاء الله العصر ندزها بخدمة توصيل. طبعا أنا عندي من غير عندي طربة لينون غذائي مذبة بالثلاجة، شوفوا. بس هذا البارحة سويت كيكاية وزات خليتها بتشيس بالثلاجة، بس الحين حنخليها وين هنا مالتي الطاسة حرارية طبعا. هسه عندنا هاي نفس الحبايب اللي كسرتها اني، وهذا الزبد اي زبد عندكم بس ما اريده مملح. واذا عندكم اونة افضل، انا ما عندي اونة بس هذا انا جربته كلش طيب. هذا بربع. حبايبي زيت لازم تخلون. تقريبا ربع جلاس لبيت زيت. حبايبي نوعية النستلة هذا البلوك انا خليتها بحمام بخاري، واللي عنده ميكروويف يذوبها بيها. هاي هخليها بتشيل بالقلابة واضمها بالمجمدة ما عليها شيء. عندي ميكروويف وفرن، بس لحد الآن من دشنتهن ضمتهن. اريد اسوي كاونترات وعلى مود فد مرة اخليها بهن. هسه كل شي ما اقدر اطلع وادشن بعد ضمت لكم مفاجأة. هذا سحولة كفر ماستر ايطالي اغلب بيه الكيكاية. هالبش اخذ سطر كنت اخذه ب45، هسه صار 55 60. نوبات مفقود من الشركة ماكو، يعني مفقود بالسوق العفو ماكو، مدى ينزلوه ما اعرف شنو قصده. فاعتمدت هاي الطريقة اللي هي نستلة وكريم، نستلة وزيت وزبد، وحدب وياها حشوة البندق هم وياها. خليكم ويانا حبايبي. شوفوا بقى أنا خابطة بيها بقى، بس حبيت اسوي طريقة قدام من عندها مال اسماء هم اسوي. هذه حبايبي 10 كيلوات هاي السطل نستلة بنكهة البندق. هاي 10 كيلوات هاي حشوة. هسه اعتمدت طريقة جديدة قلت لكم بالفيديو ذيك الدورة. طبعا هاي تسوي الكيك يخبل والله العظيم. في الصوبة هاي اخذ من عندها همين. هذا ما اقدر اشيلها طبعا ريحتها تخبل. عيني ميزاني أنا ما اعطيتكم هسه قياسات، بس أنا عيني ميزاني. خلي الزبد تقريبا بال 250 غرام نستلة، خليت ربع استكان زبد واشتغلتها. إذا خفيفة ثخينة أنا أعرف شلون أسقيها، إذا شفتها بعد تحتاج أخليها. وهسه رجعنا عليها حبايبي شلون ذابت النستلة، الزبدة ذابت، بس بعد نظل احرك
وهاي ناعمة كلها لازم اضيعها. اسويها شلون الملسة. لكم هسه طريقتها شلون نعرف تدخل على الكيكة. نطلع قطعة مال الاسم زين حبايبي، وبعدين نرد نخفف بيها، نرد نخفف بيها. وهنا الحمام دي جن ياكلن خطية. خلنا نتفرج عليها من تخلص الصينية ذبلين اكل. باع شو مسويات بالشباك؟ المطر، باع المطر. كلنا الف عافية. وش قد خفيفة صارت. على قد استعمالي سويت على قد كيكايتين مو اكثر. اهم شي يبرد، مو هو حار تخلوه على الكيكة، ترى ما يصير. اهم شي يبرد. حبيت شوية لاخويها عشوة البندق، ولابسها ويا البلوك اللسلة يصير طيب. ضيع الطعم مال الزيت مال الزبيت. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي هسه انا خليها بالمجمدة. هاي افصل عن هاي. وهنا كملين كيكاتنا. ان شاء الله عجبكم هذا الفيديو حبايبي. وهذا شغل بسيط، هذا كلش شغل سهل وبسيط. وطبعا هاي الكيكة نزلت لكم فيديو عنها بيوم اللي خلصتها بولادة ابو فضل العباس عليه السلام. لا تنسونا باللايك والاشتراك والدعم بالقناة، وانتظرونا فيديوهات جديدة ان شاء الله. مع السلامة حبايب قلبي.